امتى اعرف استثماري في المكتب او حتى تشغيلي للمكتب ده تشغيل ناجح ولا لا، وهل هو هيكسبني ولا لا؟ يعني في معايير معينه كده لاختيار المكتب بتاعك او مقر شركتك. في 3 عوامل رئيسيه خاصه باللوكيشن والمشروع. اول حاجه اللاند مارك، لازم يكون مشروعك او المكتب بتاعك او شركتك قدام لاند مارك في المنطقه. مثلا لو خدنا مثال العاصمه الاداريه، هنقول مثلا انا مكتبي قدام المدينه الرياضيه، فيبقى لازم في لاند مارك اقدر انا اوصف مكتبي او شركتي عليه. ده بيسهل وصول العملاء والموظفين للشركه. النقطه الثانيه الاكسسبيلتي، لازم يكون في مواصلات، يعني انت قريب من المونوريل، انت في محطه اتوبيس، في مواصلات عامه بتعدي من عليك، فانت برضو بتسهل حياه موظفينك وحياه العملاء ان هم يقدروا يوصف لهم على لاند مارك، زائد كمان في مواصلات. تمام. النقطة الثالثة حجم أو مساحة الشركة. دي يعني بتتوقف حسب النيد بتاعتك. انت دلوقتي لو شركة ستارت اب او فريلانس او حتى يوتيوبر، انت مش محتاج مساحة كبيرة، انت كل اللي محتاجه مساحة تشغيلية. دي بتبقى مثلا زي فكرة الكو وركينج سبيس اللي موجودة، دي بتبقى مكاتب متشطبة بالفرش، دي مساحتها بتبقى صغيره، وكل الخدمات اللي انت محتاجها داخل الشركه بتكون متوزعه في الدور، من حمامات وريسبشن وميتنج رومز وكوبي سنتر او مكان للبرنترز والحاجات دي كلها. النقطة الثانية لو المساحة متوسطة، لو انت مثلا موظفينك من 8 ل 9 موظفين، 10 موظفين، فانت مش محتاج اكتر من 50 60 70 متر، مش محتاج مساحة كبيرة، ما ينفعش تبقى تكون موجود في مساحة صغيرة. فبالتالي الرينج ده هيكون مناسب جدا ليك، دي بتبقى مكاتب متشطبة. النقطة الثالثة لو انت حجم شركة كبير، موظفينك تخطوا ال 50 و60 موظف، فانت محتاج على اقل تقدير مثلا مساحات شركة من 200 متر 300 400 حسب المقر ده رئيسي ولا مقر فرعي ولا ايه. فبالتالي الشروط دي مش موجوده في كل المولات، يعني مفيش مول واحد يجمع ال3 مساحات دول الا لو مول مميز، ودول مش موجودين كتير في المنطقه. في مولات موجوده مساحات مختلفه بس ما عندهمش مساحات الصغيره قوي والمساحات الكبيره قوي في نفس المول. فلو لقيت حاجه زي كده فده يبقى كويس قوي قدام علامه مميزه او لاند مارك. وتاني حاجه يكون سهل الوصول ليه. طيب انا بقى دلوقتي اخترت المكتب بتاعي، اعرف ان المكتب ده استثماري ناجح فيه ولا لا، يعني هيكسبني ولا لا. في عرف معروف نسبه كده معينه من اجمالي ثمن الوحده بتكون ده الايجار السنوي بتاعك. بمعنى لو انا اشتريت مكتب بمليون جنيه، انا دلوقتي العرف بتاع الاداري او الشركات بيكون الارباح بتاعته من 10 ل 12%، ده الايجار سنويا. يعني لو اشتريت مكتب بمليون جنيه، انا هيكون من 10 ل 12% ده الايجار السنوي بتاعي. يعني من 100 ل 120 الف جنيه ده الايجار السنوي بتاعي، بقسمه على 12 ده بيكون الايجار الشهري بتاعي. حسبه بسيطه جدا، من 10 ل 12% المكاتب الاداريه. شكرا.